تحتفل بالسلام والتسامح في ظل الإبادة اليومية لسكان غزة. تحتفل بالتسامح والحوار في ظل التجويع وأنه يسعى للتسامح وللحوار بين الأديان. نقول أن الحوار بين الأديان وأن التسامح يعطي فيه المغاربة دائما الدرس في تاريخهم دائما، لكن اليوم لا نريد أن تختلط المفاهيم. من يصافح ويستقبل إيدي كوهين، هذا المركز استقبل إيدي كوهين. من يستقبل مستشار المدعو نتنياهو يستقبله هنا في المغرب، لا يمكن أن يتحدث عن التسامح وحوار أديان. من يسكت عن جرائم النازية لا يمكن أن يتمسح بمسوح التسامح وحوار أديان. هذه شنشنة نعرفها ونغمة نستوعبها جيدا. نقول اليوم خط الاستواء بين المناضلين الأحرار، بل من يريدون أن يبقى المغرب مغرب المرابطين، مغرب الموحدين، مغرب الشرفاء العلويين، وبين من يريد أن يصبح ضيعة للصهاينة. لن يكون المغرب إسرائيل ثانية أبدا، لن يكون المغرب إسرائيل ثانية، ولن نقبل ولن نرضى أن يكون بلدنا بلد استقبال الصهاينة المجرمين. نحن كمغربية ديالنا التي استوعبت جميع الأجناس وجميع الأصناف لا تستوعب المجرم ولا تستوعب المحتل. تحتفي بالتسامح والحوار في ظل الحصار المطلق والإبادة الشاملة التي يراد بها التهجير الكلي لسكان غزة.